ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. احنا ان شاء الله هنعمل معاكم احلى صينيه معمر على الطريقه الفلاحي، طريقتها جميله وان شاء الله مش هياخد منك اي وقت. في ناس بتحط للمعمر زبادي، انا عملته قبل كده فعلا كان حلو، بس انا المره دي هعمله على طريقه الله يرحمها، كان اكتر من السمنه البلدي والقشطه واللبن، اكتر من كده مفيش. بس بصراحه بتاخدي شويه معمر مفيش احسن من كده. ان شاء الله الفيديو هيعجبكم، بس خليكم معانا للاخر وهنبدا ونقول بسم الله. ما تنسوناش في اللايك والاشتراك. وهنقول معانا انا جبت رز، كيلو رز غسلته غسله حلوه، وبعد كده حطيت على الوش الحتت السمنه اللي انتوا شايفينها، معلقتين سمنه كده، منهم سمنه بلدي، وما عندكيش سمنه بلدي حط سمنه من العاديه، ما يهمكيش اي حاجه، برضو بيخلي طعم. انا معايا برضو حايشه القشطه ديت، كل ما بغلي اللبن بلم القشطه اللي على وشها واحطها واقوم حطها في الفريزر، بتبقى عندي بصراحه هي اللي بتخلي المعمر طعم بصراحه. انا معايا دلوقتي بعد ما قلت لك معايا دلوقتي كيلو لبن هتغليه، وبعد كده سيبيه لما يبرد وبرده حوش اللي على وشه. انا بعمل كده. انا دلوقتي هحط المعمر، هحط له اللبن بتاعه، هو بياخد في حدود كيلو او ممكن كيلو شويه تبع الرز اللي عندك. انا ببقى انقع الرز في الميه في حدود ربع ساعه، ده اللي بخليه ما ياخدش لبن كتير. عرفتم؟ بصراحه بتبقى حلوه قوي. انا دلوقتي هحط اللبن، انا حطيت معلقه ملح عشان برضو تبقى عارفين، والقشطه برضو عليها ملح، مش هكتر قوي عشان برضو ما يبقاش مملح. شو انا هحط دلوقتي زي ما انتم شايفين اهوت. اهم حاجه اللبن يكون ساقع والرز ساقع، ما يكونش حاجه منهم سخنه عشان ما تبوشلكيش المعمر، يبقى مفلفل وحلو كده. شوفوا انا مسخنه الفرن، اهم حاجه تسخنوا الفرن عشان ساعه ما احط العقد بتاعه زي ما بيقولوا تقوم احطها على طول في قلب الفرن. اهم حاجه تولعي الفرن من تحت، اوعي تولعيه من فوق. اهم حاجه لو عملتيه من فوق هيبهدلك المحشي، معلش هيبهدلك المعمر. فان شاء الله انا ما بحطش القشطه على طول، انا بستنى لما اللبن الرز يشربه في حدود ربع ساعه كده في قلب الفرن، وبعد كده بقوم جايه مطلعه واقوم حاطه عليه القشطه. ليه؟ عشان ما تحمرش بسرعه، وبعد كده بتديله لون جميل قوي لما بتحطها في الاخر. بس جربي التجربه ديت وان شاء الله هتلتقيه حلو قوي. اهوت انا دلوقتي خلاص حطيت العقد بتاعه، وبعد كده هدخله الفرن زي ما انتم شايفين، هتحطيه لمده ربع ساعه بس، وبعد كده تقوموا مطلعاه تاني. اهم حاجه الفرن يكون سخن، لازم يا جماعه يكون الفرن سخن، عشان لما يكون الفرن سخن الرز بسرعه يغلي ما يبوش معاكي. شوفوا انا دلوقتي حطيته في حدود ربع ساعه، اللبن نشف طبعا، اللي على وشه ده مش قشطه، دي سمنه. انا هحط دلوقتي القشطه بتاعته زي ما انتم شايفين. حط بقى كميه اللي انت عاوزاها، بصراحه بيبقى حلو قوي. وطبعا المعمر معروف ان هو بيحب القشطه او بيحب يعني المواد الدهنيه كتير عشان يديك طعم اكتر ويديك الوش الجميل اللي انتوا بتبقوا شايفينه ده. هحط كميه كلها، وطبعا هنرجع تاني نحطها في الفرن زي ما انت شايفه. انا بحطها في الفريزر عشان لونها ما يصفرش لو حطيتها في التلاجة في الحر ده. شوفوا بعد ما طلع بصراحه مش محتاج اي حاجه جنبه. اهم حاجه الفيديو يعجبكم، ما تنسوناش في اللايك والاشتراك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.